خلاصة سريعة ومباشرة: لو الإيجار أقل من القسط مش معناه تلقائياً إن الاستثمار فاشل. المستثمرين المحترفين بيحسبوا العائد الكلي total return، وده بيشمل كل الحاجات الجاية دي. رقم 1، سداد أصل القرض كل شهر، الفلوس اللي بتزود الإكويتي بتاعتك. مثال، في أول سنة من القرض على المبلغ ده جزء من القسط بيروح فايدة كبير، والجزء اللي بيروح أصل القرض مش كبير، لكن مع الوقت الأرض بينخفض والدنيا قل، وبعد كام سنة الإكويتي بتزيد. في السنة الأولى ممكن يكون سداد الأصل $3400 تقريبا، ده رقم توضيحي. 2، ارتفاع قيمة العقار appreciation. لو السوق يزيد مثلا 3% سنويا، بيت ب300,000 يبقى عامل زيادة سنوية $9,000 في السنة. 3، مزايا ضريبية في دول زي أمريكا. الاستهلاك depreciation، يخصم من دخلك الضريبي كندين إنابنومنين. الاستهلاك هو عبارة عن انخفاض القيمة السوقية للمبني المؤجر مع الوقت، وده حاجة بتتاخد في الاعتبار وقت الضرائب وبترجع لك فلوس. كمان فوائد الأرض بتخفض الضريبة، وده يوفر لك سيولة فعلية على مستوى الضريبة. مثال، لو استهلاك البناء الحسابي $8,500 في السنة، وفرضا معدل الضريبة بتاعك 20%، ده معناه توفير ضريبي $2,950 في السنة. طبعا الأرقام دي للتوضيح ومش نصيحة ضريبية، لازم تستشير محاسب. نجمع الأرقام ببساطة. خسارة كاش فلو سنوية $7,600 بالسالب. سنة مكسب من سداد أصل القرض 3,400 موجب. عدسة مكسب من ارتفاع السعر تقديري 3%، 9,000 موجب. صافي قبل ضرائب 9,000 زائد 3,400 ناقص 7,600، كده الإجمالي تقريبا $5,000 موجب، يعني بتكسب مش بتخسر، يعني استثمارك ناجح. وبعدين فوق ده ممكن يكون في توفير ضريبي يقوي النتيجة، يعني بالرغم من إنك بتدفع كل شهر، ثروة صافية بتتكون لك من تراكم أصل القرض ومن ارتفاع قيمة العقار، وده معنى إن الاستثمار مش فاشل لو نظرت للمدى الطويل. طيب إمتى يبقى فعلا فاشل؟ وإمتى يبقى مناسب؟ يبقى فاشل لو أنت مش قادر تتحمل السلبي الشهري اللي بتدفعه من جيبك كل شهر علشان تكمل المورجج. السوق واقع ومتوقع ينزل أكتر، المنطقة مش فيها طلب إيجار ثابت، أو نسبة الشواغر عالية، المصاريف الفعلية والضرائب والمواقف القانونية هتخسرك بدلاً من تفيدك. يبقى مناسب لو عندك قدرة مالية تصبر على السلبي شهرياً، المنطقة متوقع ليها نمو سكني أو ارتفاع إيجارات، بتستغل استراتيجيات زي رفع قيمة العقار بالترميم forced appreciation أو إعادة التمويل بعد ارتفاع السعر. شايف العائد الإجمالي equity plus appreciation plus مزايا ضريبية أفضل من بدائل الاستثمار اللي قدامك. قواعد عملية يقولها الخبراء قبل ما تشتري بيت للتأجير: احسب النوي الدخل التشغيلي الصافي، إجمالي الإيجار السنوي ناقص المصاريف التشغيلية بدون قسط البنك. احسب كاب ريت يساوي NOI على سعر الشراء. لو الكاب ريت أقل من 5% في بعض الأسواق، كتير مستثمرين بيشوفوه منخفض. احسب كاش اون كاش ريتيرن، وده يساوي صافي الكاش السنوي على النقود اللي دفعتها.